معانا ياسر عندي 25 سنة. كلنا شفنا فيديو الشاب ياسر الإسماعيلاوي اللي عنده 25 سنة، اللي طلع وكان بيعيط فيه بسبب موقف حصل له في لجنة أمنية. كان هو راجع بيته متأخر ولقاها في طريقه. الفيديو ظهر فيه ياسر وهو منهار وبيقول: أنا كنت راجع عادي من مشوار، فجأة لقيت لجنة قدامي وقفتني وأنا ورقي سليم، والظابط قال لي: فين رخصك؟ فطلعتها، ورجع سألني: فين النمر بتاعة المكنة بتاعتك؟ فقلت له: انا حاططها تحت الكرسي. فقال لي: هات المفتاح وخد الموتوسيكل واقف على جنب. وفعلا عملت كده، ركنت الموتوسيكل وفضلت واقف مستني 5 دقايق، وصلت ل10 دقايق، وبعدين فضلت واقف لحد تلت ساعة. فزهقت ورحت للظابط اقول له: بعد اذنك انا عايز امشي ومحتاج المفتاح علشان اتأخرت. ويا فندم انا معايا رخص ومعايا نمر الموتوسيكل ومش مركب شكمان ومش عامل اي حاجة مخالفة لمرور بلدنا وماشي مظبوط. كان موقف موتوسيكلات كتير ومعظمهم ساندين على الموتوسيكل بتاعه. فراح للظابط تاني قال له: بعد اذنك يا باشا، ما تخليش الموتوسيكلات كلها تسند على الموتوسيكل بتاعي عشان هيتكسر. راح قايل لي: امشي يالا من هنا. فقال له: طب بعد اذنك هاخد المفتاح وهحركه عشان ساندين عليه جامد وهيتكسر. قال له: انا مش قلتلك امشي من هنا؟ انت شكلك عايز تتحبس يا تيت. ضربني بالقلم وضربني بالبنية وعلى اسناني وكل ده في الشارع عشان بقوله بتقولي مين يا ابن التيت، وركبني البوكس. ولما رحت القسم دخلت ممسوك من قفايا. انا مش فاهم لحد دلوقتي انا عملت ايه. دخلت المكتب وقالوا لي: اقلع الكوتش. راح الضابط قال له: انت عيل قليل الادب. رد ياسر وقال له: انا بني ادم، ما ينفعش تشتمني او تضربني. راح الضابط نده على الامين قال له: حط له المطوه دي في جيبه ولبسه مخدرات ودخله الحجز عشان مش عاجبه. في الاخر الامين قال له: خلاص يا باشا، الواد شكله محترم. طبعا كل الكلام ده ياسر مش مقتنع انه غلطان بسبب الفعل اللي عمله. برضو يا ياسر، من قوانين المرور انك لازم تكون معلق النمر بتاعة الموتوسيكل في مكان متشاف، يعني الضابط بيأدي دوره برضو. انت كده شخص مشتبه فيه، لان مفيش اي اثبات ان المكنة دي سليمة مش مسروقة، خصوصا انك شايل النمر. وطلع ياسر بعدها في فيديو ووضح ان هو اللي غلطان وما كانش يعرف، واعتذر للضابط انه فهمه غلط، والموضوع اتحل بعد ما خد ضجة كبيرة جدا.